السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب العالمين. طبعا العيد بقى الكبير بتاع الفتة واللحمة. هنعمل مع بعض النهاردة الفتة. هنعملها بالطريقة الاسكندراني واللي مش اسكندراني. هنعمل نوعين من الفتة. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا، شوف مقاديرنا، شوف طريقتنا، ونشوف الفتة بتاعتنا دي هنعملها ازاي. طبعا زي ما انتوا شفتوا بقى هنا انا هسلق في الحلة الكبيرة دي اللحمة الشمبري. تمام كده، والحلة التانية فيها مية برضو سخنة هسلق فيها اللحمة الضاني. طبعا لان انا عندي في البيت في جزء بياكل شمبري وفي جزء بياكل ضاني. تمام كده. طيب يبقى اول حاجة هنعملها ان احنا هننزل باللحمة الشمبري في قلب الحلة اهو زي ما انتوا شايفين، وبعدين ننزل باللحمة الضاني بتاعتنا اهو في الحلة التانية. بس كده. هاسيبها بقى إيه لحد ما تاخد غلوتين كده، وابتدي أشيل كل الريم اللي على الوش اللي على وش الشوربة. تمام كده. طيب على ما تغلي غلوتين كده اللحمة بتاعتنا نبتدي بقى إيه نكسر العيش بتاع الفتة، وهجهزه بقى واحضره على ما اللحمة تاخد الغلوتين بتوعها. تمام كده، لأن أنا إيه هكسر العيش بتاعي وبعد كده أحط عليه قطع من الزبدة كده، سمنة فلاحي كده تكون حلوة، ورشة كده من الفلفل الأسمر، ونبتدي إن إحنا نحمّص العيش بتاعنا. عايزة أقول لكم هيفرق معاكم كتير أوي، أوي، أوي. يعني في ناس بتعمل الفتة زي ما هي كده بيكسّروا العيش ويحطّوا عليها الشوربة وينزلوا عليها بالرز وخلاص على كده. وفي ناس بتحب إنها تحمّر العيش في الفرن بحتّة زبدة كده فلاحي أو حسب المادة الدهنية المتواجدة عندِك. عايزة أقول لكم بيبقى طعمها حلو أوي، أوي، أوي. جرّبوها بالطريقة دي هتعجبكم وهتفرق معاكم كتير جدًا، جدًا. هنا زي ما أنتم شايفين أنا كسّرت العيش بتاعي، وهابتدي أنزل عليه بمعلقتين كبار من السمنة أو الزبدة. وهنا بقى إيه، طبعًا أنا كنت مشغّلة الفرن. هنقلّب بقى الزبدة بتاعتنا، وننزل برشة من الفلفل الأسمر أهو. مش هاحط ملح لإن العيش بيبقى مملّح شوية. تمام كده. وندّيها تقليبة بقى وهادخّل العيش الفرن لحد لمّا يتحمّص. طيب هنا بقى هنحضّر البصل بتاعنا اللي هنحطه على الشوربة أهو. هاقشّره بقى وانضّفه وابتدي بقى إيه إن أنا أفرمه عشان خاطر نحط البصل بتاعنا على الشوربة. يعني أنا هاعمل بصلتين بس. وهنا بقى إيه نجيب الكبة بتاعتنا ونبتدي ننزل. بس أنا بقى هارفع كمامي كده. عايزة أقول لكم يعني العباية بتاعة العيد يا جماعة بتاعة الوقفة بتاعتي هتتبهدل. فقُلت بقى إيه أشمّر إيديّا كده عشان خاطر هي كانت لخماني بصراحة. وأنزل بالبصل بتاعي عشان خاطر إن أنا أفرمه في الكبة، في القطّاعة بتاعة الخضار أهو. بس كده حلو أوي، أوي، أوي. نروح بقى على البوتاجاز ونبتدي بقى إيه، نجيب المغرفة كده ونشيل كل الريم الموجود على الشوربة من فوق أهو بالشكل دوّة، لحد لمّا ألاقي الشوربة معايا رايقة خالص. يعني الريم ده مش موجود نهائي. أهو واحدة، واحدة كده، وابتدي أشيل الكلام ده كله أهو. أنا كده ما نزلتش بالبصلة. بس كده. نروح بقى للحمة الضاني ونبتدي برضه نشيل إيه، الحاجات اللي على وش الشوربة. كده خلاص وبقى تمام ومِيَّة، مِيَّة. نبتدي بقى ننزل بالبصل بتاعنا على اللحمة الشمبري أهو. ننزل برشة من الفلفل الأسمر وورق لوري وحبهان، ونقلب الكلام ده كله على بعضه. ما باحطش أنا ملح خالص دلوقتي، يعني أمّا تقرّب تخش في السِوَى كده بابتدي إن أنا أحط ملح. نروح بقى إيه على اللحمة التانية اللي هي الضاني. هنبتدي ننزل بالبصل بتاعنا وفلفل أسمر ورق لوري وحبهان، وندّيها تقليبة ونحطها بقى على نار متوسطة، ما تحطهاش على نار عالية، ونسيبها بقى تاخد وتدّي كده بشكل وِدّي.
ونجيب بقى الحلة بتاعتنا وحطينا حتة زبدة حلوة كده عشان خاطر نعمل الرز بتاع الفتة، وهننزل بالورق اللوري وهننزل بفصين من الحبهان، وطبعا ده اختياري اهو. يعني انت لو مش حابة تحطي حبهان وورق لوري ممكن ما تحطيش على الرز الابيض بتاع الفتة. هنقلب الكلام ده كله على بعضه وبعد كده ننزل بالرز بتاعنا اهو، ونبتدي بقى نقلب الرز كله من تحت لفوق كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده لحد لما الرز يتغلف معايا من السمنة اللي انا حطاها في الحلة. وطبعا بحط شوية من الزيت عشان الرز يطلع معايا مفلفل مبقاش لازق ومعجن في بعضه. هننزل بقى بالمية بتاعتنا سواء بقى مغلية او مش مغلية زي ما تحبي، وننزل بالملح بتاعنا وندي الرز بتاعنا تقليبة. وكده بقى ايه خلاص خلصنا الرز بتاعنا، ونسيبه بقى لحد لما يتشرب. وبعد كده نبتدي نهدي النار عليه، نبص بقى على اللحمة بتاعتنا الحلوة ديت بقى ونشوف ايه النظام. لا هي لسه شوية. طيب على ما اللحمة بقى تستوي، انا هنا حاطة العيش في الفرن وحطيت الرز على على البوتاجاز، تمام، واللحمة حطاها على البوتاجاز. نبتدي بقى ايه نجيب حتة سمنة حلوة كده وننزل بالثوم بتاعنا اهو. الثوم ده انا مطلعاه من الفريزر لحد لما نشوحه كده ويدبل شوية اهو. وهنا احنا هنعمل الطشة اللي بالخل والثوم اللي هنحطها على الفتة. واهم حاجة بقى تطفي البوتاجاز في الخطوة ديت. هننزل بقى بالخل بتاعنا وتحط حبة خل حلوين كده، وبعد كده نولع عين البوتاجاز تاني عشان لو حطيتي الخل على السمنة والثوم هتلاقي بقى ايه لا قدر الله ممكن البتاعة كلها تولع. فلازم تطفي البوتاجاز وبعد كده تنزلي بالخل. نحط شوية من الفلفل الأسمر شوية من الملح. وبصوا بقى هنا أنا حطيت يعني حوالي ربع كوباية مية أو أقل كمان عشان خاطر الخل احنا مش عايزينه كتير على الفتة. فيعني حبيت ان انا اقلله شوية، هي اصولها ان انت بتحطي الثوم على الخل بس، وبعد كده بتطشيه على الفتة. دي الفتة الاسكندراني بتاعتنا يا جماعة. طيب نجيب نفس بقى الطاسة، هنا كنت نقلت خلاص الطشة بتاعت الخل والثوم، وجبنا بقى نفس الطاسة وحطيت فيها قطعة من الزبدة وحتة من الثوم كده او معلقة من الثوم. وابتديت برضو ايه اشوح الثوم كده لحد لما يدبل كده واشم ريحته. وهنا انا كنت عصرة طماطم فريش تمام كده ومصفياها طبعا. هنجيب بقى الطماطم بتاعتنا ونبتدي ننزل بيها على الثوم اهو، ونقلب الكلام ده كله على بعضه. هننزل بشوية من الفلفل الأسمر وشوية من الملح. حابة تحطي أي إضافات تانية ممكن تحطي زي ما تحبي. سيبها بقى لحد لما تتسبك وتاخد وتدي بشكل ودي كده، ويبقى كده خلصنا من الصلصة بتاعتنا وإيه أهو. بصوا هنا كانت خلاص اتسبكت وبقت مية مية. نبص بقى على اللحمة، والرز هنا كمان كان استوى، واللحمة التانية الشمبري كانت استوت، وهنا اللحمة الضاني تمام كده استوت. وكله بصوا مية مية. وطلعنا بقى العيش من الفرن اهو كان بارد كمان. هنجيب بقى ايه اللحمة الشمبري ونبتدي ان احنا نطلعها من الحلة. ليه بقى؟ عشان خاطر اللحمة بتاعتنا هنحمرها اهو. هنصفيها من الشوربة خالص ونحطها. ايوه بس كده حلو قوي قوي قوي. نروح بقى على البوتاجاز. نشيل بس الورق اللوري دوت. نروح بقى على البوتاجاز وحتة سمنة حلوة كده ولا زبدة حلوة، وننزل بيها في الطاسة زي ما انتوا شايفين، ونبتدي ننزل باللحمة بتاعتنا عشان خاطر نحمرها. اعملوها بالطريقة دي يا جماعة تطلع معاكم حلوة قوي قوي قوي. طعمها بتبقى قريب من اللحمة المشوية، طعمها خطير بصراحة. بس اهم حاجة يعني ما تحطي زيت ولا تحطي سمنة اللي هي السمنة العادية دي، لا، حطي حتة زبدة فلاحي كده هتديها طعم وريحة بقى كده وبتبقى حاجة كده فخر من الآخر. طيب احنا هنا هنحمر اللحمة بقى لحد لما تتلسع مننا كده اهو زي ما انتوا شايفين، ونبتدي نقلبها على الناحية التانية بالشكل دوت، تاخد برضو لسعة من الناحية التانية اهو.
بس كده حلو أوي، أوي، أوي. هنجيب بقى كبشة كده من الشوربة، أول كبشة نحطها، وبعد كده ننزل بكبشتين أو 3 كبشات تانيين عشان خاطر نطري اللحمة وما تبقاش اللحمة معانا ناشفة، تمام كده؟ ونسيبها بقى إيه، لحد لمّا الشوربة دي كلّها تتبخّر ونطري اللحمة بتاعتنا، بس كده. طيب نبتدي بقى نعمل الفتة بتاعتنا وهناخد هنا نُص العيش اللي إحنا محمصينه في الفرن، وهنعمل بقى الفتة اللي هي بالصلصة، تمام كده؟ أهو. الفتة ديّة هاعملها بشوربة اللحمة الشمبري. هنبتدي بقى إيه، عشان أنا عندي ولادي مش بيحبوا اللحمة الضاني، هنبتدي بقى ننزل بكبشتين كده من الشوربة على معلقتين من الصلصة أهو، ونبتدي نقلّب الكلام ده كله على بعضه لحد لمّا العيش يتشرّب كل الصلصة والشوربة، يعني أنتِ بعينيكِ كده هتبقي عارفة هو محتاج شوربة والّا لأ، أهو، وندّيها كده معلقة صلصة، الريحة تجنن يا جماعة تحفة، 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 وهنا الرز بتاعنا كان استوى، ونبتدي ننزل بيه على العيش أهو زي ما أنتم شايفين، ونعمل بقى الفتة بتاعتنا الحلوة دي، يا سيدي، يا سيدي على الجمال والحلاوة، شامين الريحة؟ تحفة، 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 أهو. ابتدي بقى أسوي كده الرز من على وش الفتة أهو وننزل بقى بالفتة ننزل بالفتة إيه، ننزل بالصلصة على وش الفتة بقى كده، وبُصّي الصلصة بقى إيه، يعني حطيها بالطريقة اللي تريحِك بقى، بس إحنا بقى قُلنا إيه، بما إن عيد وكده لازم ندلّع الفتة بتاعتنا بقى ونعمل لها أشكال حلوة كده، يعني إيه كل سنة وأنتم طيبين بقى ده عيد بقى، لازم ندلّع الفتة، فتعمليها بالطريقة اللي تريحِك، فإحنا هنعملها بقى مربعات كده وندلّعها ونشخلعها، يا سيدي، يا سيدي على الجمال والحلاوة، تحفة. نركنها بقى على جنب، وبقية العيش اللي فاضل هننزل بيه هننزل عليه بالشوربة اللي باللحمة بتاعة اللحمة الضاني، تمام كده؟ يبقى الفتة الأولانية عملناها بالشوربة بتاعة الشمبري، والفتة ديّة هنعملها بشوربة الضاني، أهو. طبعًا مش هنحط عليها صلصة لإن دي هنحط عليها الخل والثوم. ونبتدي بقى نقلّب الكلام ده كلّه على بعضه لحد لمّا الشوربة تتشرّب من ال تشرب العيش يشرب الشوربة، شوفوا أنا متلخبطة ليه النهارده، ونجيب بقى إيه، طبق كده ونبتدي ننزل بالعيش بتاعنا أهو، بس كده حلو أوي، أوي، أوي. نجيب بقى الرز وننزل على وش العيش أو على وش الفتة أهو بالشكل دوّة، وتساويه بقى بالطريقة اللي تريّحِك. طبعًا بالنسبة للعيش بقى لو أنتِ عايزة تقلّلي، عايزة تزوّدي زي ما تحبي، يعني دي حاجة بتاعتِك أنتِ. أهو. الرز يا جماعة بالورق اللوري والحبهان طعمه تحفة 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 جربوه هيعجبكم قوي قوي قوي. طيب هنسوي بقى الرز بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين بالشكل دوت، وهنبتدي بقى نجيب ايه الخل والثوم الطشة اللي احنا عملناها وننزل بيه على وش الفتة اهو. بس انا مش هحط كتير بقى عشان ايه احنا يعني مش بنحب الخل كتير في الاكل، فطبعا لما تيجي تعملي بقى الفتة اللي بالخل والثوم اللي هي الإسكندراني هتحطي الطشة يعني هتعملي التوم وبعد كده تنزلي بالخل وبعد كده تقومي طشة على طول تنزلي بيه على وش الفتة، بس أنا حبيت إن أنا أحط شوية من المَيّة عشان أخفف الخل شوية عشان إحنا مش بنحب الخل كتير، تمام كده؟ لو أنتِ بتحبي الخل كتير هتعمليها على طول من غير ما تحطي عليها مَيّة، تمام كده حبايبي؟ طيب هنبتدي ننزل بقى على وش الفتة أهو باللحمة الضاني، وطبعًا ولا حمّرناها ولا عملنا أي حاجة زي ما هي كده ونبتدي ننزل على وشها بقى برشة من الفلفل الأسمر، ونركنها بقى على جنب، ونحط بقى إيه اللحمة بتاعتنا على وش الفتة اللي هي الشطرنج دي، أهو. بُصّوا حاجة فاخر من الآخر، تحفة، 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 أهو. ندلّع بقى الفتة بتاعتنا وندلّعها ونشخلعها،
ونضبطها اهو. بس كده حلو قوي قوي قوي. يبقى عملنا النهارده الفته اللي بالخل والثوم، وعملنا الفته اللي بالصلصه اهو. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب العالمين. وبما ان بقى ان احنا في عيد يا جماعه، وهناكل بقى فته ولحمه وهنطخن، فاحنا نكمل بقى ايه التخن بتاعنا بايه بقى؟ نجيب حبة حاجة ساقعة بقى. يعني ايه؟ ما هي الدنيا بايظة بقى، يعني هو الرجيم بس خلاص، فاحنا نبوظه بقى ونكمل بايه؟ بالحاجة الساقعة. طبعا عايزة اقول لكم بقى الحاجة الساقعة مع الفتة بصراحة بتبقى كده، يعني حاجة كده عظمة فاخر من الاخر، بتبقى حلوة قوي قوي قوي. ومع حبة شوربة كده بقى وفتة ولحمة وناكل بقى ايه، ونشهيص كده. بكده بقى نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، يكون خفيف على قلبكم. ما تنسوناش بقى بدعواتكم الحلوة، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة. أشوفكم على خير في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.